يا مساء الإلهامات ومساء الخير والخيرات وكل ما هو جميل. إن شاء الله يا رب تكوني بخير وعلى خير. كيف الحال والأحوال؟ احنا متفقين انه في النظريات، ان كل لايف لما كناخذوا نظريه من النظريات اننا ما كيمرش مرور الكرام، لا، لازم يكون ماذا بعد اللايف، ماذا بعد هاد النظريه لازم تخلي فيا اثر. اذا شنو غندير، شنو غنتبنى، شنو غنوعى، شنو غنطبق. فهذا هو الغرض من هاد اللايفات، والغرض بانه نشتغلوا على هاد النقطه هذه. وفي هذه الملهمات كنزيدوا ناكدوا دائما في نهايه اللايف. الملهمات كيدخلوا كتقولك على جسم اللايف وخديت النقطه كذا ونقطه كذا ونقطه كذا، ومن اليوم غادي نلتزم بهم. جاهزون؟ توكلنا على الله. اول حاجه نبغي نشوف نظريات اليوم. واش مازال غتكلم على القطيع والوعي الجمعي؟ اذا مازال غتكمل غادي باغا نطرق لبعض النقاط فيها. واذا انتقل نظريه اخرى لموضوع اخر فنبغي ندير واحد الوقفه ونتكلم بخلاصه على الوعي الجمعي او نظريه القطيع وكيفاش نوعى بها. لانه حنا شفنا في النظريه بانه المشكله هي اننا تابعين للقطيع والوعي الجمعي مأثر فينا بشكل كبير بدون وعي منا. احنا غاديين بدون وعي. اوكي، نبغي نتكلم على هذه النقطه هذه. واضح؟ يعني كانوا جوج ديال اللقاءات، جوج ديال اللايفات اللي تكلمنا فيهم او تكلم لنا الكاتب على نظريات الوعي الجمعي وتاثيره والقطيع. يعني مهم جدا انك تشوفي اللايف اللي قبل من هذا واللي قبل منه. وغادي نديروا واحد دابا، غادي نديروا واحد يعني اهم النقاط اللي باش نفهم ونعرف وكيفاش ما نتاثرش. كيف ما قال الكاتب بانه اغلب الناس عندهم نفس طريقه التفكير، عندهم نفس المخاوف، عندهم نفس الافكار، وغالبا ما كيتشاركوا بقناعات شبه موحده، كانهم متفقين عليها. وبالتالي سلوكياتهم، تصرفاتهم حتى هي اكيد غادي تكون حتى هي متشابهه. فهنا هادشي علاش هادشي اللي سميتو الوعي الجمعي. ما معنى الوعي الجمعي؟ يعني كلشي كيفكر بنفس الطريقه، كلشي عنده نفس ردة الفعل، كلشي خايف من هادي، كلشي متبع هادي، كلشي متاثر بهادي. هذا سميتو الوعي الجمعي. واضح؟ اذا شي حاجه ما واضحاش عندك وقفيني نزيد نفصلها لك. يعني اليوم الكاتب الفرضي النظري ديال اليوم صافي ما بقاش يتكلم على هذا. فانا بغيت كانه نطرق على الجوانب كاملين باش تولي عندك واضحه، باش تخرجي من القطيع، باش تخرجي من الوعي الجمعي، باش ان يكون عندك استفراد، عندك استفراد بحال هاد البصمه ديالتك. واضح؟ اذا شنو هو الوعي الجمعي؟ هو انني متاثره بنفس الافكار ديال الاغلبيه، وكنخاف من النفس اللي كيخافوا منه الاغلبيه، كنتبع ستريس. سمعي شنو كنقول لك؟ كنتبع كل اللي كيتبعوه الاغلبيه. اوكي، كنتفاعل مع اللي هو في الاغلبيه، كنقوم بفعل اللي كيديروا الاغلبيه، كنمشي للمكان اللي كيمشيو الاغلبيه، كندير الاشياء اللي كيديروا الاغلبيه. هذا ما يسمى بالوعي الجمعي. هاد النقطه واضحه عندك، ما بقاش عندك فيها اللبس. وهنا كيولي شي كيقلد شي، شي كيقلد شي، شي كيقلد شي. هذا الوعي الجمعي اليوم مغطي تحت واحد الاسم زويون حليلو، كنقولوا عادي، اللي هو سميتو اللي هضرنا عليه البارح، اللايف اللي هضر معايا البارح. دابا الشيطان زوقوا لينا، ما سميتوش القطيع، ما سميتوش الوعي الجمعي، اشنو سماه لينا؟ هو دابا اللي سميتو الترند. كلشي داير هادي انا نديرها، كلشي لابس هاد اللون انا نلبس هاد اللون، كلشي داير ديكور بهاد اللون انا ندير هاد اللون، كلشي كيمشي لهاد البلاصه انا نمشي لبلاصه، كلشي. اوكي، الوعي الجمعي هو داك الشيء اللي كيكون مشترك بين الناس والمجتمع كامل، الافكار، العادات، التقاليد، الطريقه ديال التفكير، بحال الا كان عقل واحد كيوجه تصرفات ديال الناس كاملين بلا ما يحسوا. وسطري على هاد الكلمه هادي، بلا ما يحسوا. الغرض ديال من هاد اللايف انك
تولي تحسي عارفاش كديري لما نتابعه فين غاده مدرمه فيقي فراني دوري الفولا فين انت اللي تختاري ماشي اللي كيدفعوك انك ديري ديك الحاجه. طيب هذا الوعي الجمعي شنو هو القطيع اذا ولا هو بحال شنو هو الفرق ما بين الوعي الجمعي والقطيع؟ القطيع هو اللي غير تابع، فالوعي الجمعي هو اتفاق فكر مشترك فكر متشابه اوكي. القطيع انك كتعمل بحالهم كتمشيو في كيمشيو ما تخرجش من الجماعه ما تخرجش من الجماعه. نعاودها المره الثالثه، ما خاصكش تخرجي من المجموعه، خاصك ديري بحال المجموعه. طب نفسيا شنو تفسير هذا؟ نفسيا ان العقل اللاواعي لما كتكوني منفرده ما كيحسش بالامان، لما كتكوني منعزله ما كيحسش بالامان، فتيقولك لا يلا نمشيو مع الناس، فين كاينين الناس نكونوا معاهم، نفس الحانوت نفس المنتج نفس السعر، لحقاش هذا عامر. اذا كيديك عقلك اللاواعي انك تدخلي لهذاك اللي فيه الفيله وتسني الفيله في حين الاخر خاوي لا كيبقى يعطيك شكوك وما يكون غاشش وما يكون كذا وما يكون كذا. علاش؟ لمجرد ان هذا عامر فيه ناس بزاف وهذا خاوي. القاطع هو الناس اللي كيتبعوا بلا وعي. فهنا القاطع شنو كيخليك لانه كل شيء لبس تاع نلبس، كل شيء شري هذه تاع نشري هذه، كل شيء مشى لهاد البلاصه تاع نمشي لهاد البلاصه، كل شيء تاع ندير نفس التصرف. طب فكرتي؟ طب من مصلحتك؟ طب يضيف لك شي حاجه ولا ما يضيف لك شي حاجه؟ اصلا ما كيتطرحش السؤال انا علاش غندير ديك الحاجه، انا علاش غنشري ديك الحاجه، انا علاش غنمشي ديك البلاصه. فهنا كيخلي الناس شنو كدير؟ التقليد الاعمى. كنديرها وصافي بحالهم كندير بحالهم. تقليد اعمى. طيب نقول مثلا واحد ستيل معين اخرج، علاش هتشريه؟ تقليد اعمى، لا هو مناسب المورفولوجي ديالك، لا هو مناسب الاندرتون ديالك، ولا هو مناسب الستايل ديالك، ولا هو مناسب. تقليد اعمى. ملي كنقولوا تقليد الاعمى يعني شنو؟ داير ليه الطياره، يعني عقلك داير ليه مود افيون ديزاكتيفي، مكبوح مبنج، سمي المصطلح اللي بغيتي، لدرجه انه كتخرجي للشارع كتلقاي تشابه. الفنانات دابا كتشوفي نفس الوجوه نفس المكياج. قبل كانت الملامح كل وحده والملامح ديالها، كل وحده والمكياج ديالها. كتشوف مثلا ديك صفيه العمري باينه المكياج ديالها الستيل ديالها، كتشوفي مثلا شريهان مكياج ديالها الستيل ديالها، كتشوف الممثلات مكياجهم الستيل ديالهم مختلف، هذه ما تشبه لهذه، لا علوي ما تشبهش هذه، ما كتشبه لهذه. لكن اليوم ملي كنشوفوا حنا الممثلات كاين اللي جاها زوين كاين اللي ما جاهاش، والاغلبيه ما جاهاش، مغيبين الدماغ مغيب. مازال المراهقين كيتشابهوا مقبوله في هذه الفئه العمريه. علاش؟ لانه البحث عن الذات كيخليك يقلد هذا ويقلد هذا ويقلد هذا باش يحس بالانتماء لنوع معين. عند المراهقين مقبوله، لكن اللي ما مقبولاش عند الناس بالغين راشدين مسؤولين ما مقبولش منك انك ما تابع بدون تفكير. طيب السؤال اللي كيطرح نفسه، واش كاين مذكور عندنا في القرآن شنو كيقول على هذا الشيء هذا؟ اوكي طيب الله سبحانه وتعالى شنو كيقول؟ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. الفينا يعني جايه من الالفه، يعني احنا ولفنا هادشي والدينا كيديروه فاحنا كنديروا بحالهم. وهنا الاباء لا تشمل الوالدين فقط، الاباء يعني بحال نقولوا حنا جينيراسيون، بحال نقولوا حنا الناس الكبارين اللي حنا كنتبعوهم، لانه دائما حنا كنمشيو مع الكبارين اللي داروا هادشي هذا، حنا كنمشيو معاهم. ديما كاين الكبير، فالكبير ماشي هو الكبير في السن، انما الكبير في المجال معين، فهو اللي كيحط لك داك الترند وتيخلي الناس انها كتبعوا. وكنلقاو ديما في القران الله سبحانه وتعالى تيقول افلا يتدبرون
افلا يتفكرون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ام لهم اعين لا يبصرون بها. فدائما القرآن يحث على التفكير. خدموا المنطق، خدموا العقل، خدموا الفكر ديالكم، ماشي غير تابعين للهوى، غير تابعين الهوى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهنا غادي تشوفي القرآن كاين أكثرهم والقليل، قليل من عبادي الشكور، قليل. هادشي علاش دائما، وهذه قاعدة كونية الله سبحانه وتعالى، أنه الأكثرية هما الوعي الجمعي. وخلينا اليوم نتفقوا القطيع وكذا لا تليق بالإنسان اللي فيه نفخة من روح الله سبحانه وتعالى. فنقول احنا المصفوفة او نقولوا ماتريكس. فهادو يعني كنشوفها انايا لابقه اننا نقولها على اننا نقول القطيع او الوعي الجمعي. اوكي، اولئك كالانعام بل هم اضل. علاش الله سبحانه وتعالى شبه هاد الناس هادو بالانعام؟ الله سبحانه وتعالى شبههم بالانعام لان الانعام بطبيعه الحال ما عندهاش المعرفه، ما عندهاش العقل، ما عندهاش وعي، وبالتالي عادي تنصاع. فهي دائما تابعه. المشكل انه بعض الناس من تكون انت تابعه وعندك نعمه العقل، فهنا قال بل هم اضل. وبالتالي نشوف احنا في القران الاقليه كما قلت قبيله، ان الاقليه هي اللي خارج المصفوفه، الاقليه هي التي تفكر، الاقليه هي اللي كتبحث عن المصدر، الاقليه هي اللي كتبحث، الاقليه هي اللي اخذت قرار انه ما غاديش نمشي مع الماتريكس، انا ما غاديش نمشي مع المصفوفه. بالعكس واضحه ليها، كتشوفها انه لا، هذه المصفوفه انا ما نكونش مع المصفوفه، غادي يكون عندي استثناء. القران هنا كيقارن بين الناس بالانعام لتوضيح غياب الوعي والتفكير عندهم. القاعده العامه انه دائما الاكثريه هما اللي عندهم الفقر، الاكثريه هما اللي عندهم مشاكل، الاكثريه هما اللي عايشين في دوامه الضحيه، الاكثريه هما اللي ما واخدينش هما القرار، ما واخدينش هما القياده، ديما تابعين. ولكن الاقليه هما اللي واخدين القرار انهم متواصلين مع ذواتهم، متواصلين مع اجسامهم، عندهم تقدير للعلم، عندهم تقدير للجسد، كيدوها في الصحه ديالهم، عارفين شنو كيغديو هذا الجسد ديالهم، هذا عاطين وقت لنفسهم، كيتحكموا مع الطبيعه، وكل ما الانسان تحكم مع الطبيعه، وكل ما كيرجع للفطره ديالو، كل ما كيتواصل مع المعرفه والعلم، كيجي ايحاءات، كيجيو الهامات، كيجي ابداع، كيجي الخلق اللي بالاصل الله سبحانه وتعالى حطوا فينا. فدائما كاينه هنايا الاقليه، ودائما هنا كنلقاو الاغلبيه اللي هي غاديه منصاعه كالانعام بل هم اضل. لو بغيتي فيلم كيتكلم على القطيع والوعي الجمعي والاثر ديالو والخطوره ديالته، تفرجي في فيلم الماتريكس وبدايه من البدايه. انا شاركت معك في الستوري في اكتوبر انه بديت تفرجت فيهم الحلقات او الحلقات، هو ماشي حلقه سلسله، انما الجزء الاول، الجزء الثاني، الجزء الثالث. فانا من اكثر من 20 عام شفت الجزء الاول، اكيد ما فهمتوش، جاني غموض وكذا، لكن بالوعي ديالي الان ديال القطيع والوعي الجمعي وكذا كتشوفي دوره تكوينيه. فيلم ذا ماتريكس كيعطي رساله على الحريه، الاختبار، والايمان، وكيعطيك حتى شنو هو المفهوم الوعي الجمعي، وتعطيك باش تخرج من الوعي الجمعي اشنو خاصك تضبطيه، واذا ضبطتيه مستحيل تنقادي ولا تنجرفي مع الوعي الجمعي. تخيلي انه هذا الفيلم ديال ذا ماتريكس الجزء الاول في 1993، يعني حنا من وصلنا في المغرب كان في 2000. انا ملي عاودت سمعته لقيته كيتكلم على الاي اي. تخيلي واحد في 2000 تهضري له على الاي اي، ماشي عيقول هذا خزعبلات، ماشي عيقول هذا بعيد كل البعد عن الواقع، وماشي كنسميه حنا داك الفيلم الخيال العلمي اللي لا اساس له من الواقع. وحقيقه افلام الخيال العلمي هو كل الواقع. يتكلم على الاي اي، مصطلح الاي اي، تقال مصطلح الاي اي وكيفاش كيخدم وكيفاش كنخدموه كيفاش في 2000. يعني دابا ملي كنتكلم معك على الاي اي، انت عارفه الاي اي ومستعمله الاي اي وشايفه الاي اي، يعني عندك واضح، عندك ملموس، فاهماه.
اما في 2000 لازم نوثقوا في القوه ديالنا. وهنا الماتريكس كياكد لك هذه النقطه هذه، كياكد لك انه تتغلب ما تنساقش الوعي الجمعي. ثق في راسك وفي قدراتك، وعرف راسك شكون انت، شنو قادر دير، وانت ما محصورش في الجسد، انت ماشي محدود، انت لا محدود. بزاف ديال الامور. وخليني نعطيك نصيحه، فين كديك المصفوفه؟ لو جينا نشوفوا حنايا دابا الناس نمط الاكل ديالهم، نمط العيش ديالهم في جانب الاكل جاهزه، حتى ولاو عاد شي سوبر مارشي كيعطيك ها الكراتان واجد، ها الصوبه واجده، ها كذا واجد، ها البيتزا واجده، اجي. علاش؟ كول 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 كول، كلها فيها بالاصل يعني بغض النظر المكونات ديالها كلها كيميائيه، ولكن تاكل كول. عمر المعده ديالك، عمر المعده ديالك، عمر المعده ديالك. باش تخرجي من الوعي الجمعي خاصك تواصلي مع جسمك. باش تواصلي مع جسمك خاصك تصومي. لو بغيتي تواصلي مع الجسد ديالك، وماشي غير تصومي وتعطيه مواد حيه، لانه جسم حي، خلاياه حيه، فتعطيه مواد حيه ماشي ميته، تعطيه ما حي. المصفوفه شنو كتقول لك على الدماغ ديالك؟ كتقول شوف هذه شوف هذه شوف هذه شوف هذه، ولات كتدفعك انه ما تشوفيش طوال. 2 دقائق 5 دقائق ممل طويل، 30 ثانيه 40 ثانيه، اطول 59 ثانيه ديال المعلومه او ترفيه او شكوى، شنو ما بغا يكون. شوفي هذه شوفي هذه شوفي هذه شوفي هذه، فتخلي الدماغ ديالك ديما كيفكر وكيشوف ماشي كيفكر، انه ملهي متعطش. دقيقه واحد طب عطيني معلومه جو سوا انت شاده التليفون وقالت طالعه كتسبحي. عطيني شنو تعلمتي، معلومه وحده ضافت لك. فالدماغ ديالك ملهي. فباش تخرجي من المصفوفه خاص الدماغ ديالك يكون صافي، وباش يكون صافي خاص تكوني في حاله صمت وسكون. ما بقيتيش باش سمعي انت بودكاست فيه ساعه ما يمكنش. ملي بدات هذه الموجه ديال السوشيال ميديا في واحد المرحله لقيت راسي منساقه. ملي كنسالي كنقول ما درت والو، عندي بلانينغ ديالي ما درتوش، ضاع مني، فلت مني، كذا. طب شنو غندير؟ في ديك اللحظه درت الديتوكس للهاتف ديالي، ديتوكس تام درتو اول حاجه. ثاني حاجه خديت قرار انه انا نهز الهاتف قبل ما نحس السوشيال ميديا، مواقع التواصل، موقع انفصال مش التواصل. قبل ما ندخل اللي عيضيف لي معلومه غادي نبادل العطاء ديالو. عطاني معلومه باش نبادل العطاء ديالو، غادي ندير له قلب، ندير له لايك قلب. ولو فعلا مهمه معلومه اللي غيكون لها اثر في حياتي غادي نقول له كلمه طيبه. فيديو ضحكني دخل لي بهجه وسرور غادي نتفاعل معاه. فيديو لا يضيف ولا يسمن ويشكي عليا، يجيب لي مشكله ونتحداك ما تبكيش ابلك، لانه صحتي النفسيه وصحتي الذهنيه وصحتي الفكريه وصحتي الجسديه اهم. بلوك. وفي النهايه ملي كنسالي كنقول شنو استفدت؟ لا تعلمت معلومه كذا، تعلمت هذه الفكره كذا، وتعلمت هذه كذا وهذه كذا. كنخرج على الاقل كاينه افاده، ضاف لي شي حاجه. وكنتمنى انك في هذا اللايف هذا تاخذي انت هذا القرار. لو باقي ما عمرك درتي لا ديتوكس للتليفون ديالك ولا المواقع ديالك اللي انت متبعاهم ولا الصفحات اللي انت متبعاها ولا خذي هذا القرار الان. اللي عيضيف لي معلومه غنتفاعل معاه، عطاني واحد المعلومه اللي لابسه بيه الله يجزيه بالخير، انا نبادل العطاء ديالو بالعطاء، الاخذ بالعطاء باش نوازن الاخذ والعطاء. غادي نتفاعل، غادي ندير ليه اللايك، وغادي نكتب له كلمه طيبه الله يجزيه بالخير، شكرا، رحم لك الوالدين، برافو، كمل. رقم 1. رقم 2 اللي اضاف لي مشاعر ايجابيه، انجاز، تحفيز، طاقه، ايا كان يكون شنو ما بغى يكون، اهلا بكل المجالات. نفس الشيء ما عيضيف لي عيضيه لي غير وقتي باقي يلا كيتكلم عيضيه لي الوقت ديالي بلوك بحال هاد. باش علاش انا كنتحكم في اللوغاريتم من الوعي الجمعي. كيفاش كيتحكم فيك لوغاريتم؟ تخيلي 3 ثواني كافيه انه اللوغاريتم كتبدل وغيجيب لك شبيه هاد الموضوع. اذا فيديو واحد، ولاحظي اذا فيديو واحد ما متبعاش هاد النوع، ماشي الصنف ديالك،
ماشي الصنف ديالك، ماشي النوع ديالك. بحال مثلا انايا الاغاني انا قاطعاهم ملي وعيت بالخطوره ديال الاغاني، واللي كان زاد دخلني في اكتئاب الاغاني. يعني كتختاري واحد ستيل ديال الاغاني ما يمكنش ما تبكيش. المهم سوقتني اغنيه ديال عبد الحليم حافظ، وانا كنعشق المراهقه ديالتي كلها كتسمع عبد الحليم حافظ، فاطربتني ديال قارئة الفنجال بحياتك يا ولدي امراه عيناها. ف ناظم الغزالي، ماشي ناظم الغزالي، سميتو نزار قباني رائع في الشعر ديالو. فاستوقفتني الاغنيه المباشره تحت منها اللوغاريتم تبدل في ثواني، بدا كيطلع لي الاغاني. هو الملجم اللي جام باش انك يقودك نحو الماتريكس، نحو المصفوفه. فانتبهي، ضروري من انك انت تحكمي في اللوغاريتم، يجيب لي اللي انا يخدمني، يجيب لي اللي انا يضيف لي. الوعي الجمعي في القران، ملي تكوني كتقراي القران، الوعي الجمعي وخطورة الوعي الجمعي، والله سبحانه وتعالى دائما كي ينذر من الوعي الجمعي. الوعي الجمعي في القرآن هو القرية. اوكي، يلا نشوفوا النظرية اليوم. جاهزين للنظرية اليوم؟ كيقول الكاتب في النظرية: التفسير الأكثر بساطة يظل دائما الأقرب للصحة والمنطق. أنا من يوم ما دخلت اللي تطوير الذات، الوعي، صار معاق فهمي واستيعابي، يعني اخرو هو تعقيد المصطلحات. المصطلح اوكي ها هو مصطلح، لكن شنو المقصود منه؟ كيفاش نطبقه في ارض الواقع؟ التواصل الفعال، شنو هو التواصل الفعال؟ اداره المشاعر، شنو هي اداره المشاعر؟ مستوى دراسي او مصطلحات؟ لا، هو مصطلح واضح المصطلح، لكن باش ندير هذا المصطلح اسقاط في الواقع ونعيشه اخذ مني وقت باش نقدر نفهمه. ما عرفتش واش حسنتيه ولا لا. وهذا اللي خلاني يوم ما خديت قرار انني ندرب ونعلم الامهات والسيدات هادشي اللي تعلمته غير من حياتي نحو الافضل 180 درجه. بغيت نعمل اللي ما لقيتوش، بغيت ندير اللي ما لقيتش واحد، بغيت نعاون بطريقه اللي ما لقيتش واحد يعاونني بها. هي هذه. فهنا هاد الثغره ديال هاو المصطلح، ولكن التطبيق العملي في ارض الواقع بعيد. ما كي ندير ليه ما عرفتش. دخلت الدورات ودخلت اللي غيوريني كيفاش دير الاسقاط في الواقع، ما لقيتش. فملي خديت التدريب واللي خداو عندي الدورات كاملين بدون استثناء من التعليقات ديالهم، حتى اللي كيتابعوني، حتى اللي في هاد النظريات هادو. دابا النظريه هي نظريه، انت فهمتي مثلا هاد النظريات هادو كاملين لو قريتي كتاب بوحدك. بزاف عن الملهمات قالك انا كتاب قريته، ماشي اول مره كنقرا، سبق قريت الكتاب، لكن واش استوعبتيه بالطرح المبسط اللي انا كنحطه بالطريقه اللي انا حطيتها لك، من الاطراء اللي كنسمعه متكرر بشكل كبير؟ يا الهام، شحال بسطتيها ليا، شحال سهلتيها ليا. وانا ديما كنسمع هذا المصطلح ما عمرو بغى يدخل لي راسي ولا بغيت نفهمه ولا كذا، معلومات بسيطه وامثله بسيطه وسهلتيها ليا. هذا ملي كنسمعها كنقول حققت الغايه ديالي من يوم ما خديت انايا مشعل التدريب. الجزء الاول من النظريه كيقول التفسير الاكثر بساطه يظل دائما الاقرب للصحه والمنطق. الجزء الثاني من النظريه يقول رغبتنا في الدفاع عن مواقفنا تجعلنا نلجأ احيانا لفرضيات اكثر غموضا وتعقيدا ونادرة الحدوث. كتكلم شنو الكاتب؟ كتكلم لان الانسان باش يدافع على نفسه غادي يستعمل اشرس واقوى المصطلحات، يعني غنقول لك يجرحوك او ما تفهميش. هنا الكاتب كيتكلم على انه باش يموه لك، يدافع على راسو، فيبدا يقول لك شي فرضيات ويبقى يقول لك شي حاجه وكذا، ويبقى يدوخ لك من هنا وخرج لك موضوع باش يدوخك. طيب هنا السؤال: متى يلجأ الانسان لهذا الاسلوب في الدفاع عن النفس؟ هنا لو انت ام ولو انت زوجه ردي بالك من هذه النقطه، لانه الكلام الجارح اللي سمعتيه من ولدك المراهق او من الزوج ديالك في لحظه نقاش مكهرب ناتج على هذه النقطه هذه، وفي الغالب كيكون انت غلطه باسلوب ديالك. فردي البال هذه النقطه هذه اللي غنتكلم فيها دابا الان. واضح؟
طيب متى الانسان كيتحط في موقف يدافع على نفسه؟ كتشكي كتقول لك انايا راجلي قال لي واحد الكلمه ضرتني في خاطري وانا غضبانه هذه شهرين، انا ولدي مراهق قال لي واحد الكلمه وضرتني في خاطري وتصدمت وكذا وكذا وكذا. ملي انت كتكلمي مع اسلوبك في الكلام مع الزوج او مع المراهق حطيتيه في قفص الاتهام، ركزي معايا، حطيتيه في قفص الاتهام. كي غتقولي لي كيفاش انا حطيته في قفص الاتهام وانا غير قلت له علاش انت ديما كدير كذا 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 كذا. انا ما حطيتوش في قفص الاتهام، انا سولته. لا، ملي كتستعملي انت ديما فانت تحط هو حس براسو انني محطوط في قفص الاتهام. شنو قفص الاتهام؟ هو ماشي قفص اتهام مادي، انما المعنى ديالو بانه كانه في واحد المحكمه ومتهم وخصو يدافع على نفسه بالبراهين والادله. فاذا هو على حق اعطيك البراهين والادله على حق، لو هو على باطل اعطيك براهين وادله على باطل، ولكن جارحه. انتظري عاد تسمعي كلام صادم وما تلوميش، لانه في الاخر عاجي يعتذر يقول لك صافي سمحي دوزيها صافي نسيها، انا ما قاصدتش ديك الهضره هذه، ولكن انت راه دخلات فيك لداخل. فلو انت اول حاجه ما كيعجبكش كيجرحك وانتي هشه سيمانه وانتي تبكي واكتئبتي بكلمه، ما ديريش هذا الاسلوب، قطعي هذا الاسلوب. لا عندك حصانه نفسيه اوكي ماشي مشكل، تخرجي راسك، لكن عندك هشاشه وتجي تقولي لا انا ضرني في خاطري، انا جرحني بديك الكلمه، انا عمرني نسالي، فردي بالك بدلي الاسلوب. الجزء الثالث من النظرية يقول: أنصاف العلماء يقدمون آلاف الفرضيات المعقدة، والعالم الحقيقي يمنحنا نظرية واحدة أقرب للفهم والمنطق، التي يقول لك لازم من الأسلوب ديالك يكون مرتفع، والمتدرب هو اللي ياخد عناء إطلاع الوعي ديالك المعرفه ديالك باش يفهم الاسلوب ديالك. فهما كاين بعض الناس مثلا الدكتور مصطفى ابو السعد من الدكاتره ومن المدربين، نازل بزاف عند المتدربين ديالو المتدربات ديالو، رائع، اسلوب عنده رائع، يعني كيدخل معاك يجلس معاك حتى الاكل كياكل معاك. مدربين اخرين اغلبيه اللي كاين في الساحه الاكل ما كياكلش معاك، كياكل في غرفه خاصه او في صاله خاصه، ممنوع الاحتكاك. الدكتور مصطفى ابو السعد ياكل معنا ويتصور معك عادي، وكيخرج معنا الاستراحه عادي، يشرب معنا قهوه عادي. وصلت الفكره؟ فلما كيقرروا بانه كيستعمل انه كيقال لك الكاتب هنايا انهم يقدمون الاف الفرضيات المعقده. علاش؟ باش يفهمها غير اللي في المستوى ديالو، كتبقى محصوره على هاد الفئه. لكن في المقابل العالم الحقيقي يمنحنا نظريه واحده أقرب للفهم والمنطق. أنصاف العلماء يقدمون آلاف فرضيات معقدة، والعالم الحقيقي يمنحنا نظرية واحدة أقرب للفهم والمنطق. كاين صراحة كاين بعض الناس يتظاهرون بالعلم، بحال هنايا أنصاف العلماء يقدمون آلاف الفرضيات ولكن معقدة. علاش؟ يستعمل مصطلحات، وفعلا يعني لاحظت أن بزاف ديال الناس انه كيستعمل المصطلحات ويستعمل اسلوب كذا وكذا وكذا باش يثبت او يظهر للناس بانني راني متمكن، انا عندي خلفيه، انا عندي رصيد، انا عندي خبره. ولكن الحقيقي العالم الحقيقي انك تقراها العالم الحقيقي يمنحك نظريه واحده بسيطه مفهومه وواضحه. الجزء الأول: التفسير الأكثر بساطة يظل دائما الأقرب للصحة والمنطق. رقم 2: رغبتنا في الدفاع عن مواقفنا تجعلنا نلجأ أحيانا لفرضيات أكثر غموضا وتعقيدا ونادرة الحدوث. الجزء الثالث من النظرية: أنصاف العلماء يقدمون آلاف الفرضيات المعقدة، والعالم الحقيقي يمنحنا نظرية واحدة أقرب للفهم والمنطق. إذا نظرية جديدة كتقول: الجزء الأول، حول السؤال استفسار علني سريع لمعرفة الجواب. أما التساؤل فبحث ذاتي صامت قد يستغرق العمر كله. هنا الكاتب كيعطيك الفرق ما بين السؤال
ما بين السؤال والتساؤل. سؤال بغيتي من خلاله، او بغيتي من الطرف الاخر يجاوبك. واش ممكن علاج صدمات الطفوله؟ ممكن كيتعالجوا صدمات الطفوله، ما كاين حتى شي مشكله، كنعالجوهم وما يمكنش تعيشي بهم حياتك كامله عايشه بعقده نفسيه اللي ممكن انك تحليها في شهرين 3 شهور ماكسيموم. هذا سؤال. السؤال متعلق انتي من طرف اخر، كتطرحي سؤالك لشخص اخر، الاخر اللي يعطيك الجواب. هذا هو السؤال. اما التساؤل هو السؤال كتطرحيه على راسك وانتي اللي كتبحثي الجواب عليه، انتي اللي غتجاوبي راسك. وطول ما لقيتيش الجواب المقنع لراسك طول ما السؤال باقي قائم. التساؤل هو السؤال المحمود، يفضل التساؤل على السؤال. علاش في نظرك؟ علاش؟ نعم، لانه كيكون فيه اجتهاد وكاين واحد المجهود عطيتيه لهذاك التساؤل، وبالتالي الجواب ديالو غادي يكون من الاعماق ديال ذاتك. لانه كل ما طرحتي السؤال جاوبتي غير قد هكا، ما غطاش، ما شبعش، ما باقي خاص، ماشي هو هذا، كيخليك تزيد تغوصي اكثر في نفسك وكتزيد تلقاي جواب اكثر، ما كقنعكش تزيد تغوصي اكثر في نفسك. فهنا كتكوني انتي كتجتهدي نفسك مع نفسك باش تلقاي داك الجواب المقنع. التساؤل يغنينا عن الغير ويزيد الثقه بالذات. كيزيد الثقه في الذات ديالك. نعم كيزيد. علاش؟ لانك كتزيد تعرفي على راسك، ومعرفه الذات والثقه في الذات وجهان لعمله واحده. تساؤل مفتوح الزمن، هذا فرق كبير. وقال ممكن ياخذ منك العمر كله وانتي باقي كتقلبي على داك التساؤل. انا شنو الدور ديالي في هذه الحياه؟ واش انا ربي خلقني غير هكا؟ هذا السؤال ديال الصحوه، هذا سؤال الصحوه. وما هاد الاسئله الوجوديه، علاش انا عايشه في هذه البلاد مع هاد الناس بهذا الوقت؟ شنو الدور ديالي؟ واش ربي خلقني باش ناكل نطيب نجفف نسخر باش نخدم نكون مع الزوج نكون مع الدراري؟ هذا هو الغايه ديالي من الوجود، ولا هناك غايه اعمق واكبر؟ طب علاش الله خالقك هادي وهادي 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 وكاين هاد التنوع؟ طب وعلاش كاين هاد الانسان كيتعاودوا معايا نفس المشاكل مع نفس الناس كتختلف ولكن نفس المشكل انا كنعيشو؟ علاش كيتكرر معايا نفس المشكل؟ علاش كيكون عندي نفس الصنف ديال الناس؟ وعلاش هادي وعلاش هادو تساؤلات ماشي اسئله. هاد الاسئله ديالو ما تلقاهمش عند الاخر. بمجرد ما كتجاوبي على هاد الاسئله او كتلقاي في داخلك الاجوبه الشافيه الكافيه، مستحيل حياتك ما تبدلش. تما فكيتخاذ القرار الحقيقي. فاذا الى الان ما جاتكش الصحوه، واذا انت الى الان عمرك ما طرحتي راسك السؤال وحاضره معايا هذا اللايف، خصوصا لو لاول مره حاضره معايا هذا اللايف، ليس صدفه انك تطرحي هاد التساؤلات وتبحثي على الاجوبه ديالهم فيك، ماشي شي واحد اللي عايجي ويعطيك الجواب. انتي الدور ديالك خليفه الله على الارض، وانك خصك تكون عندك الاعمار في الارض ويكون عندك رساله في الحياه. شحال من مره سمعت هذا الكلام؟ عمره ما حركك من الداخل، لكن الاسئله اللي طرحت عليك دابا حركات فيك شي حاجه. لو حركات فيك شي حاجه ماشي صدفه. سؤالك الدائم للاخرين يعني انك عطلت عقلك وكبحت رايك واغلقت آلية النقد داخلك. الكاتب يخرجنا من الماتريكس والمصفوفة من خلال النظريات اللي شفناها في 2 لايفات اللي فاتوا، والان كيعاونك باش تخرجي من المصفوفة وتدخلي للصحوة. طب باش تخرجي من هذه الدخلي لهذه، شنو هي الآلية؟ كل ما كان عندك صمت في التفكير وعندك صفاء في الذهن وجوفك شبه فارغ، كل ما تلقاي الأجوبة بالعمق ديالها. وبالتالي نعم، حتى أنه كاين الناس اللي كتعتبرها من ضمن الطقوس، لما باغا تاخد قرار محوري في حياتها، تبدل الخدمة، تبدل البلاد، قرار محوري،
قبل ما كتاخذ هذاك القرار كتمشي تعمل خلوه مع ذاتها، كتنعزل المجتمع، كتمشي في الطبيعه، كتواصل مع ذاتها وكتطرح تساؤلات وكتعرف الجواب وكترجع واخذ القرار. سؤالك الدائم للاخرين، يعني اذا دائما كتطرحي سؤال للاخر هو اللي يجاوبك، ما عرفت كيفاش كيديروا لك ماشي فلانه، كيفاش كيديروا لي هذه، ما عرفتش كيفاش كيديروا هذه، جاتك خاطره. شنو هي خاطره؟ بوحدك تطرح عليك سؤال داخل. الملجأ الوحيد والسريع مشي عند الاخر ايا كان يكون مصدر ديالك، واش هو نفس الاخر ولا اخرين مختلفين. فلان كيفاش دابا ولينا حنا في تشات جي بي تي، مازال على الاقل تشات جي بي تي لو عرفتي كيفاش تكون عندك برومت ديالو، لو عرفتي كيفاش تكون عندك طرحي ليه السؤال، ممكن يجاوبك جواب استفاضي ورائع ومشبع ويعاونك انك تدخلي. لكن المشكل انه كل وعاد يفضل طرحي سؤالك على نفسك لانك انت احوج بيه، لان تشات جي بي تي ما عندوش مشاعر، ما عندوش المبادئ الانسانيه، وكاين اللي سماه منافق، ديما كيطبل ليك، ديما كيصفق ليك، فكره ممتازه، صحيح، فكره ممتازه، ما يقولكش لا ماشي هكا، ديما كيطبل لك انت صح. الملجأ ديالك كل ما كيكون عندك تساؤل كتحوليه لسؤال وتمشي عند الاخر تلقاه، وهذا السائد عندك ماشي مره. وهنا كيقول الكاتب سؤالك دائما الاخر هو اللي غيجاوبك. شنو كديري انت بهذه الطريقه هذه؟ عطلتي عقلك وكبحتي رايك واغلقتي آلية النقد بداخلك. وخليني نعطيك واحد تسريبه. فاديم زيلانت شنو كيقول؟ تيقول بانه كاين واحد الحاجه، انا غنبسطها ليك وما نستعملش نفس المصطلحات اللي كيقولها. كاين واحد الحاجه ما في الكون اللي فيها كل الاحتمالات، فيها النجاح والفشل، الغنى والفقر، كل الاحتمالات. كل ما مشيتي مع الماتريكس والمصفوفه وعندك صخب في الذهن، صخب في المعده، كتاكلي كتشوفي بزاف السوشيال ميديا بزاف، تابعه المصفوفه، ما عمرك غادي تكونيكتاي او لا تواصلي مع هاد الفضاء هذا. وحتى اذا تواصلتي معاه غتواصلي مع القطبيه اللي كتماشى مع هاد المصفوفه، ما بغاش نقول القطيع، ولكن اللي عاد التحقوا بينا راه حنا بدلنا الاسم ديال القطيع بالمصفوفه او الماتريكس او الوعي الجمعي. لكن فوقاش اذا بغيتي تكونيكتاي مع فضاء الاحتمالات، لكن اشياء زوينه، افكار مبدعه، الهامات، كلهم كاينين في الكون، ربي خلقهم كاينين. فوقاش اللي تكوني دايره خلوه مع الذات، ذهنيا صافي، كثره التفكير هادئه، الجوف ديالك صافي، وحتى اذا كانت في شي حاجه حيه، كل ما التواصل مع هاد الاحتمالات او الالهامات او الابداع او التفكير كيكون قوي، كتلقطي افكار والهامات. واضح؟ اغلب المبدعين واللي ابتكروا اشياء عملت نقله في تاريخ البشريه كانوا كيلتجئوا للخلوه مع الذات. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يجيه الوحي الالهي كان في خلوه مع الذات. فالخلوه مع الذات الشيطان باش يبعدك منها كيقول لك بوديه، منين اللي بغاها الشرك حرام له ذلك، واللي بغاها خلوه مع الذات مطلوبه وخاصه نعملوها وضروريه وكذا وكذا وكذا، وباش منها انني كنخرج من المصفوفه وعادي، فله ذلك. هاو ما عندك جوج خيارات، انت اختاري منهم اللي كيناسبك. ملي انت غتعطلي العقل ديالك، ما مخدماش العقل، ما كاينش الاسئله، كاينش التفكر، غاديه منقاده بلا وعي، وكبحتي الراي ديالك، ما عندكش راي، لا انا هذا ما عجبنيش، لا ويلا هذا اللون هذا ما كيعجبنيش، هذا اللون لا، هذا الستيل ديالك ما كيعجبنيش، رايك كبحتيه، واليه النقد بداخلك اغلقتيها، فانت already دخلتي للمصفوفه وعند القطيع ولا
الوعي الجمعي ولا في الماتريكس. دخلتي الماتريكس، لان الماتريكس شنو كيطلب منك؟ ما تفكريش، ما تحلليش، ما تعطيش رايك. ديري اللي داروا الناس، ديروا اللي داروا الاغلبيه. لكن ملي تخدمي عقلك وتعطي رايك وتنتقدي، كيولي عندك وجود، مشيتي مع الاقليه. الجزء الثالث والاخير من النظريه كيقول قلل من طرح الاسئله واكثر من طرح التساؤلات ولا تدفن اجوبتك في التراب. قلل من طرح الاسئله، يعني الاسئله شنو هي؟ مرتبطه بالاخر، يعني جواب عيجيك من عند الاخر، يعني مؤقت، يعني ممكن ما يكونش الشافي الكافي. لكن كتسري من تساؤلات عندها علاقه بك انتي، وانتي اللي غتاخدي المجهود باش انك تجاوبي على راسك انتي، وانتي اللي غتشوفي واش الجواب مقنع ولا ماشي مقنع، غتزيدي تغوصي اكثر. اوكي. وقال لا تدفن اجوبتك في التراب، يعني هانتي لقيتي الجواب، اذا لم يغير من حياتك شيء فانت كتدفنيه في التراب. اذا جاك تساؤل وجاوبتي عليه لم يسمن ولم يغني من جوع، شنو ضاف لك؟ شنو بدل لك؟ والو حتى حاجه ما تبدلات. خليني نعاود الاجزاء الثلاثه النظريه باش هكا تفهموا من البدايه. الجزء الاول كيقول السؤال استفسار علني سريع لمعرفه الجواب. اما تساؤل فبحث ذاتي صامت قد يستغرق العمر كله. الجزء الثاني من النظريه يقول سؤالك الدائم للاخرين يعني انك عطلت عقلك، كبحت رايك، اغلقت اليه النقد داخلك. والجزء الثالث من النظريه يقول قلل من طرح الاسئله واكثر من طرح التساؤلات ولا تدفن اجوبتك في التراب. وليله سعيده. وعاودي ما خمخي في الاسئله اللي احنا قلناها اليوم. صراحه لايف ديال اليوم كنا كنعتبروا لايف محوري لمن بغات تخرج من المصفوفه. ليله سعيده، ويكند ممتع، ونتلاقاو يوم الاثنين ان شاء الله بحول الله.